حبست 4 شخصيات مشهورة في زنزانة واحدة ومش هيخرجوا غير لما يجاوبوا على الأسئلة. تعالوا ندخل الزنزانة ونشوف رد فعلهم. أنيا فين؟ أنيا كانت بتتفرج على الكرتون. مين اللي خطف أنيا؟ ايه المكان الغريب ده؟ هو لطيف شوية لكن أنا جعانة. هو فين أوباناي؟ هو راح فين هوكموس؟ أنا كنت بجري وراه من شوية. ده معناه دي نهاية العالم. اهدوا يا بنات، واضح اننا اتحبسنا. مين المسؤولة هنا؟ أنا المسؤولة، وانتم دلوقتي في زنزانة ريمويلا. كل واحدة فيكم هتجاوب على شوية أسئلة بريئة كده، واللي هتتهرب هنزود البهارات. منورين يا سكاكر. ونبدأ بأنيا السكرة. في كده سؤال محيرني، هل انت فعلا بتقري الأفكار ولا بتخمني؟ أنيا بتقرا الأفكار بس ساعات بتتلخبط. مرة قريت دماغ كلب بس فكرت بابا. بس كلب ايه اللي بابا كده؟ استني بابا ما يتفرجش على الحلقة يا جماعة بجد. كت المهم تاني سؤال، وانتي بقى تقدري تقري افكاري دلوقتي؟ انتي بتفكري في كشري؟ لا دي مكرونة بشاميل. أنا عارف انتي عايزة تطلعي ترند على اليوتيوب. استني بس للفضايح دي. ندخل على السؤال اللي بعده. لو مستر الرياضة سألك على سؤال هتعملي ايه؟ هقرا أفكاره، لو ما عرفتش هعيط وهيديني الإجابة. ايوه الحركات بتاعتك دي يا سوسة. طب مين اكتر حد معانا دلوقتي دماغه فاضية؟ مش هقولك، لكن هي اسمها بيبدأ بمتس. ولا أقولك بلاش. بس يا انيا بس هتجيب لنا الفضايح. ندخل على اللي بعدها يا جماعة. متسوري، لو جالك فارس احلامك وكان بياع كشري هتوافقي؟ بياع كشري؟ يعني هياكلني كشري كل يوم؟ طبعا موافقه. يا مراتي اللي هتدفع منك. اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ تاني سؤال، ايه اكتر حاجه بتحبيها بعد اوبوناي؟ طبعا الاكل والحاجات اللي الوانها كيوت كده زيك، ولكن اوبوناي اكيد. طب سؤال كده على الجرح، لبسك ده انت اخترتيه ولا هو اللي اختارك؟ بصي انا اول مره شفت فيها نزك وحبيتها جدا، ولكن ده ما منعش اني لازم اقول لشنوبو على اللي حصل. ولما قلت رحت لتانجيرو كان في حد عمال يتجاهلني. انت متخيله؟ حيلك ايه علاقه ده بالسؤال؟ مشيها ان المخرج عايز كده بقى. وسعد وسنية كانوا بتغدوا فراخ مقلية. السؤال اللي بعده، تفتكري انيا بتحبك؟ انا حاسه انها بتحبني. هو في حد بيكرهني اصلا؟ مش طايقاها. اوه ماي جاد. انا بقول نركن بتوع الانمي دول وندخل في الكرتون. مارينيت، لو شفتي ادريان بياكل كشري في وسط الشارع هتعملي ايه؟ هموت من الخضه وهتحول بسرعه للدعسوقه وانقذه من الكشري. لا دي دماغها ضربت خالص بجد. اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ السؤال اللي بعده، لو هوكموس عرف انك الدعسوقه هتعملي ايه؟ هروح استخبى في طنطا، مش هيوصل لي هناك. اوه ماي جاد. السؤال اللي بعده، في المواسم الاولى ايه اللي كان بيرضيك انك تعترفي لادريان بمشاعرك؟ مشاعري؟ هو اصلا اللي كان ميت عليا لكني كنت منفضاله. طب انا هسيب المتابعين يردوا على الحته دي. واخيرا إلسا اللي كله شايفها هادية زي التلج. الهدوء سلاح، واللي بيعلي صوته وبياكل بوسة من الحيط. هي دي الشخصية ولا بلاش؟ مش زي المعاتيه التانيين. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? السؤال اللي بعده، لو كنت بطلة في مسلسل مصري المسلسل كان هيبقى اسمه ايه؟ سلسال التلج. الدمسان. ايه هو شعورك لما كانت انا بتغنيلك تيجي نبني راجل تلج يلا نلعب سوا ما بنتقابلش من زمان يلا اخرجي ولا سافرت بعيد؟ كان نفسي اقول لها ما تدخلش ذا فويس كيدز، هيجي لهم تلوث سمعي منها. خلصنا حلقة النهاردة، لكن قبل ما تمشوا لازم تقولوا كلمة للجمهور اللي بيتفرج عليكم. لو ما حبيتش الفيديو ده أني هتزعل جامد. أنا بحبكم قد الكشري. ما تنسوش تعملوا لايك، لأن اللي ما حدش يعرفه إن عندي سر. أنا عايزة أروح.
لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تقولوا حابين نحبس مين المرة الجاية، وأيا كانت الشخصية هجيبها لكم. وبس كده، بما اننا وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو علشان يوصلكم كل جديد يا شوية سكاكر.